في إطار مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة بناء على معلومات مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بترويج المؤثرات العقلية بمدينة عين وسارة، ليتم بعد تأكيد صحة المعلومات وتحت الإشراف المباشر للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف المعني وبحوزته كمية أولية من المؤثرات العقلية. بالتحقيق مع الموقوف تم التوصل إلى تحديد هوية شركائه الذين أوقفوا، أين تم حجز خلال هذه العملية كمية إجمالية من المؤثرات العقلية قدرها 5459 قرص مهلوس، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قيمته 88,400 دينار جزائري، وبعض المعدات والهواتف النقالة التي كان يستعملها أفراد الشبكة في عملية التواصل فيما بينهم. بعد استيفاء إجراءات التحقيق أنجز ملف قضائي ضد الموقوفين السبعة في العقدين الثالث والرابع من عمرهم، مع تقديمهم أمام النيابة المحلية لدى عين وسارة على أساس جناية تسيير وتنظيم وتمويل ووضع للبيع وشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل مؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة.